السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد مصطفى دوت الريكورد ال19 للعبة سبيشال كيس. في الريكورد دوت أنا كنت ضفت كذا حاجة للإنيميز، إن الإنمي دلوقتي واقف وفي زي سفير قدامه، لما بتعدي وبتهت في السفير ديت بيعرف إن أنت بيشوفك، يعني بيعمل لك ديتكشن، فبيقدر إن هو إيه يضربك. يعني في الأول كان كل الأنواع بتاعت الإنيميز إن هم عارفين مكانك أصلا وبيمشوا في الماب عشان يوصلوا لك زي الناس دي كده. بس دلوقتي بقيت لو انت عديت قدامه ساعتها هيشوفك. يعني بقى في كذا نوع، بقى في كذا زي ستيت للانيميز. وطبعا كلهم الراجدول شغال معاهم وليهم الستيتس بتاعت المشي والجري والكلام دوت. وفي ستيت تانية لسه هضيفها، اللي هي بتاعت الايه الباترولينج. زي ما الناس كده بتفضل تمشي في الشارع ما بين من نقطة لنقطة وهكذا، هما برضو يبقى عندهم نقط عشان يحرسوا الارياز، ولما يشوفوك في اي اريا يبقوا يعملوا لك ديتكت ويبلغوا بعض. ديت الحاجة اللي انا لسه هضيفها. نيجي بقى نكمل في الحاجات اللي انا ضفتها تاني. لو انتوا بصيتوا في دلوقتي الان بي سيز اللي ماشيين في الشارع بقوا كذا موديلز مختلفين، والوشوش بتاعتهم مختلفة، يعني مش نفس الوش لنفس الجسم، لا بتتغير من جسم للتاني ومن وش للتاني. فدول انا كنت عامل موديلز قبل كده، جايب شوية جايبهم من مكسامو، ابتديت اعدل عليهم واعدل على الوشوش بتاعتهم و... وكلهم تقريبا انا شايل الرقبة منهم كلهم، فاضل بس اللي هي الراس. وابتدي اغير بقى في الايه في الراس ديت، يعني واحد اقرع، واحد بشعر، واحد لابس طاقية، واحدة لابسة ازرق وحجاب ابيض وهكذا. وابتدي تغير بقى في الايه في الحاجات ديت عشان يبقى عندي ان بي سيز اكتر. يبقى خلي الماب يعني شكلها مش ثابت، ما يبقاش نفس الان بي سي في كل حتة. حاجة كمان كنت ضفتها، غير ان انا عملت تعديلات على الان بي سيز وما بقوش كلهم نفس الشخص. لو ابتديت تبص هتلاقي في مباني جديدة، زي المبنى اللي كان منور ازرق ورا دوت، وال ايه الفيلد اللي احنا كنا عدينا قدامه، اللي احنا كنا بادئين فيه اصلا في اول الفيديو دوت. ده برضه ما كانش موجود قبل كده، كل دوت انا ضفته. وفي شوية انتيريورز انا كنت ضفتها بس لسه ما سجلتهاش في الفيديو دوت. وبرضو الهانجر دوت انا ضفته، ده كان جديد ما كانش موجود في الفيديوهات القديمة. يعني مثلا في واحد اهو واقف قدام، ده كده مش شايفني. اول ما بقرب منه بيبتدي يديتكت ان بقى في خطر عليه، فبيبتدي يحارب. هي كبسول مش سفير برضه، عشان ابقى صريح. حاجة تانية برضه لو بصيت عليها، دلوقتي بقى عندنا الكاركتر بقى ليه سكن. ما بقاش اي سكن بحطه. يعني في الاول كنت بحط سكن ريفلكتيف، بعد كده ابتديت احط سكين اللي هو بتاع واحد من الجيش. ودلوقتي حاجة تانية برضو انتوا مخدتوش بالكم منها، ان السكنز بتاعت الجيش اللي انا كنت مموتهم في الاول، والسكين برضو اللي انا بلعب بيها ديت، بقى في عليهم زي سيمبلز كده، سيمبلز بتفرق ما بينك وما بين الانمي اللي انت بتحاربه. يعني هتلاقي الكاركتر اللي انا بلعب بيه دوت فيه على صدره زي مثلث احمر، والانيميز في على الخوذة بتاعتهم او على الهدوم بتاعتهم زي نجمة زرقاء. لو بصيتوا برضو دوت زي سجن كبير خالص بتاع الانيميز. طبعا برضو انا عامل الانتيريور بتاعه، بس ما سجلتوش في الفيديو دوت لحد ما يخلص او يبقى في ستيت احسن. هنا كنت بجرب برضو فكرة تانية، ان ال NPCs بفكر اخليهم ما بيموتوش. يعني مش عارف ده هيخلي اللعبة امتع ولا مش هيخليها امتع. مش يعني هي هتبقى امتع طبعا لو هما بيتضربوا. بس انا لو انت هتلعب ببطل خارق المفروض ان هو طيب، فالمفروض ان هو ما يضربش ال NPCs. يعني في جيمز تانية اصلا بتخليك تخسر او تعيد السيف بتاعك لو انت موتت عدد كبير من ال NPCs. مش عارف اخلي دوت موجود في اللعبة ولا لأ. هو هيخلي اللعب اقل متعة، بس هتبقى بتوصف الكاركتر اللي انت بتلعب بيه، فمش عارف. فبس قولولي رأيكم ايه اللي انتوا حابين ان هو يتضاف في اللعبة، وسلام.